لو لسه مجربتيش الجلاش بالطريقة دي فاتك نص عمرك. يلا هاتي لفة الجلاش من الفريزر، لو عندك جلاش في الفريزر مركون مكسر اي حاجة هنستخدمه طبعا مش هنرميه. وهنعمل صينية الجلاش الحلوة العظمة دي بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما نرص طبقات الجلاش فوق بعضيها او ندهنهم بفواصل السمنة. هنعملها وهتطلع معانا صينية جلاش تحفة. وهنعمل عليها وش بيتزا من فوق كده، نديها رشة جبن من فوق وبيبقى حشو بسيط جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا كان عندي يعني دي لفة جلاش كده حزينة، كانت في الفريزر، كان بقالها أكتر من شهرين تلاتة. لقيتها مكسرة وحالتها بصوا. ما ينفعش طبعا نعملها في صينية، هتبقى مكسرة معايا ومش حلوة، فقلت اقطعها بالسكينة كده. انا بصوا انا اخر واحدة اجرب الوصفة دي. يعني انا هي طالعة بقالها فترة، كانت طالعة ترند بقالها فترة كام شهر كده او فترة كبيرة. فانا بصراحة اول مرة اجربها معاكم وطلعت بجد حلوة جدا وتحفة. هاتي الجلاش بتاعك قطعيه بالسكينة كده شرايط. وهاتي بصي، هي الصينية القالب الكبير هيبقى محتاج نص كيلو جلاش، انا عندي اللفة دي صغيرة. وعندي ده بردك جلاش بردك نفس عجينة الجلاش بس مدور. كان في الفريزر لقيته بردك مقطع معايا ومركون بقاله شوية. قطعته هو كمان عشان يطلع معايا كمية نص كيلو. جربيها صدقيني مش هتندمي، يعني انا كنت خايفة. لا ما تخافيش كده، جمدي قلبك واعمليها هتطلع معاكي حلوة جدا، واحسن ما ترصي الجلاش فوق بعض. بياخد وقت وغلبة، لا انتي كله على بعض كده ونقطع ونعمل حلو قوي. والقطعة بتاعتها طالعة مش بتشبع، يعني خدي قطعة واحدة هتلاقي نفسك شبعتي. غير بقى الجلاش التاني بيبقى خفيف كده ومويس. خلاص جبت الصينية اللي هدخلها الفرن، دهنتها دهنة سمنة او زيت المتاح عندك. بالفرشة كده ايا كان بقى، صينية تيفال ألمونيا اي حاجة. هاخد نص كمية الجلاش اللي انا قطعته، هحطها من تحت في الارضية كده، هرشها كده ايه رش عشوائي كده. ولما تحطي الجلاش ما تضغطيش بايدك، هو لوحده كده الخليط اللي احنا هنحطه التسقية بتاعته هيخليه متماسك في الاخر. بس ما نضغطش بايدينا عشان يفضل مورق وحلو. خلاص حطيت نص الكمية تحت. انا عندي دول كانوا 3 4 معالق لحمة مفرومة معصجة متبقيين من اكلة قبل كده، يعني انا كنت جايبة ربع كيلو عملت بيه اكلتين. فخدت بقى التلات معالق دول كده. حطيتهم في نص على طبقة الجلاش اللي في النص كده. عندك بقى مش عندك لحمة مفرومة ممكن تحطي صباعين سجق قطعيهم. حتتين لانشون على حتتين جبنة حبة زيتون. هيبقى عندك حشو برضك، هتبقى خفيفة وحلوة بالجبن. جبت حبة جبن ميكس وحطيتهم برضك بتدينا طعم وهي في النص. مش شرط خالص، لو مش موجود جبنة مش شرط خالص. هي لوحدها هتلاقي طعمها حلوة. الصينية دي طبعا تنفع في الغدا وتنفع للعشاء كده، وانتوا سهرانين بقى في الصيف بيبقى محتاج كل شوية اكل وعشاء. بس هي كغدا حلوة جدا، جنبها طبق سلطة هتبقى حلوة. هنحط بقى بقية كمية الجلاش بتاعتنا اللي احنا مقطعينه. زي ما قلت لك قلب الصينية الكبيرة هتبقى محتاجة نص لف الجلاش اللي هي نص كيلو. هنروح بقى نعمل الشراب التشريبة اللي احنا نسقي بيها الصينية. جبت كوباية لبن. هحط عليها بيضاية وعلبة زبادي وكيس بيكنج باودر. هنحط البيضاية ونحط عليها شوية فلفل اسود وشعرة ملح. انا هنا نسيت الملح بس طلعت الحمد لله الملح بتاعها كويس. ونقلب بقى البيضة مع اللبن، وهنزل بثلاث معالق زبادي، هي علبة الزبادي صغيرة خالص دي 3 معالق بالظبط. ونقلب كله مع بعضه. وهحط البيكنج باودر، اهم حاجه هو تنسي البيكنج باودر عشان بيخليها تنتفخ كده ومورقه برضك. نقلب الخليط حلو جدا، وهحط بقى ايه معلقتين 3 زيت كده. عايز تحطي سمنه سايحه حطي، بس انا حبيت ان انا اعملها بالزيت تبقى خفيفه كده وحلوه. يعني اي حاجه عندك اعملي بيها، عندك السمنه اعملي بزيت، اعملي بسمنه المتاح عندك زبده. همسك بقى الخليط بتاعي بعد ما قلبته حلو، هسيب الصينيه بتاعتي. ما تقلقيش، هو بصوا كده الجلاش ما تغطوش، لا انت هاتي المعلقه وابدأي غطاسي كده الجلاش بالمعلقه لتحت خالص كده، هتلاقيه اتشرب من التشريبه وبقى حلو. يعني ما تزوديش التشريبه اكتر من كده. هو بس عايز يتغطس تحت، وتبدأي الجوانب دي الحروف دي ابدأي دخليها بالمعلقه كده عشان تبقى الصينيه عندك متساويه كده وحلوه، وانتي بتطلعيها تطلع متماسكه معاكي ومتساويه.
بصوا سويتها ازاي وغطست الجلاش كله. هندخلها الفرن على الرف اللي تحت، واشغل من تحت لغايه لما الجوانب تبدا تحمر عادي طبيعي عندي. هطلعها اديها رشه جبن واشغل الشوايه. ما عندكيش جبن ما فيش اي مشكله، اديها حتتين سمنه من على الوش كده، فتفتي عليها حته سمنه من على الوش وشغلي الشوايه، وشها هيحمر وهيبقى حلو جدا. ممكن كمان من غير سمنه وشها يحمر. خلاص طلعت بصوا ما شاء الله اللهم بارك حلوه جدا، واتنفخت معايا وبقت حلوه بصراحه. انا يعني كنت زي ما قلت لكم خايفه ان انا اعملها، لا انا جرأت وجمدت قلبي كده وعملتها بصراحه. يعني انصدمت من النتيجه، لقيتها اتنفخت معايا، البيكنج باودر نفخها، ومن جوه مورقه كده وحلوه، وتاخدي القطعه تمسكيها اللي تاكليها حلوه. يعني بتشبع، مش حته واحده كده تبقى خفيفه، لا القطعه بتشبع. بصوا، والجلاش اللي جوه طبعا مستوي، مش اللي هو تحسي بطعم الجلاش ني، لا حلو جدا. بصوا مرقه ازاي. عايزه بقى اعمليها بجبن، بزيتون، بمعلقتين مفروم، اي حاجه عندك. هي كانت لسه سخنه وعماله تطلع دخان، انا مش عارفه امسكها لكم خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو انت اول مره تشوفيني يا ريت تعملي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس، تكتبي لي كومنت حلو منك كده يا قمر يشجعني ويقويني. يلا جرأي بقى وخشي اعمليها. بصي حاجه بسيطه جدا. باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.